جايز لحفظة القرآن في طبعا في محافظته المنيا، وهو طبعا هناك من المنيا. انتوا عارفين احمد حسن من مغاغة. هنروح نشوف التقرير ونرجع تاني معاكم في الكرة والناس. أقام الصقر أحمد حسن كابتن منتخبنا المصري مسابقة كبرى لحفظة القرآن الكريم بمسقط رأسه بمدينة مغاغة، وشارك فيها أكثر من 1400 متسابق. المسابقة تعد والله من أنجح المسابقات على مستوى الجمهورية. كان عدد المتسابقين ما يزيد عن 1300 متسابق. اللجنة مكونة من أكفأ معلمين القرآن على مستوى محافظة المنيا بل على مستوى الجمهورية. اسمك ايه يا كابتن؟ محمد ايه؟ عزت. كم تحفظ من القرآن؟ 5 أجزاء إن شاء الله. إن شاء الله. إيه رأيك بقى النهارده لما عرفت إن كابتن أحمد حسن ونجوم الكورة أبو تريكة ووائل جمعة جايين عشان النهارده يدوا لك الجائزة؟ أنت فزت في المسابقة؟ فزت إن شاء الله. مبسوط بقى النهارده إنك أنت فزت والناس دي جايه تكرمك؟ الحمد لله. قول لي بقى حاسس بإيه؟ حاسس إن أنا فرحان. أيوه. بس. هتكمل إن شاء الله، وده هيدي لك دافع في المستقبل إن أنت تبقى تحفظ أكتر وأكتر؟ إن شاء الله. وفي ختام المسابقة أقام حفلا لتوزيع الجوائز على الفائزين الذين كانوا أسعد حظ بعد أن حضر لتكريمهم بصحبة الصقر أمير الموهوبين وحبيب البسطاء النجم محمد أبو تريكة، بالإضافة لصخرة الدفاع المصري والأهلاوي وائل جمعة. احنا جايين نحتفل بأهل القرآن وهم أهل ربنا سبحانه وتعالى وأشرف قوم الأرض، فلازم نحتفي بهم ونقدم لهم الحافز والتشجيع إن هم موجودين، وهم إن شاء الله اللي ما خلص القرآن إن شاء الله يبقى عنده المقدرة إن شاء الله السنة الجاية والسنوات القادمة إن هو يختم القرآن. فأنا عايزين نقلب الاحتفال ما يبقاش لينا، يبقى هم أولى لأنهم أهل القرآن وهم أشرف القوم. يا رب حفظ الناس كلها القرآن. أقول لهم ربنا يبارك فيكم ويكرمكم في الدنيا والآخرة زي ما كرمتونا، ويبارك فيكم وينور قلوبكم ويسقيكم من نار الكوثر في الجنة إن شاء الله. أحمد الكاس للكورة والناس. شفنا التقرير طبعا من محافظة المنيا. أحمد حسن أبو تريكة لعيبة محترمة، لعيبة قدوة، كلنا بنحبهم، حاجة دينية. فأعتقد إن ده قدوة للشباب، قدوة للأطفال هناك بيكرموا حفظة القرآن الكريم. نتمنى إن كل لعيبة منتخب مصر وكل الأندية يبقى بهذا المستوى من السلوك، وبنشكرهم جدا أحمد حسن أبو تريكة اللي راحوا المنيا وسابوا فرقهم وسابوا نواديهم عشان يكرموا أطفال بيحفظوا القرآن الكريم. الخبر اللي بعد كده من نادي الزمالك. الزمالك بيشترط مليون استرليني الاستغناء عن عمرو زكي، وميدو بيقود الفريق امام بتروجيت. لسه موضوع بورتسموث شغال. سليمان الفهيم رئيس نادي بورتسموث اللي هو طبعا الاماراتي معجب جدا باداء عمرو زكي، عايز يضمه لفريق بورتسموث. بيشوف طلبات نادي الزمالك ايه. نادي الزمالك طالب 1.5 مليون عشان عمرو زكي ينضم لبورتسموث. مش عارف هل بورتسموث هيقدر يدفع 1.5 مليون. على فكره كمان فتره القيد بتنتهي في 31 اغسطس في انجلترا، لسه حوالي 14 يوم ممكن عمرو زكي ينتقل الى النادي الانجليزي لبورتسموث. هنشوف نادي الزمالك هيوافق، هل بورتسموث هيدفع الفلوس. بورتسموث اتغلب في المباراه الاولى 1-0، محتاج مهاجمين زي عمرو زكي، والراجل معجب بيه جدا وبيتمنى ان عمرو زكي يكون واحد من لاعبين في